ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض العيش الكايزر. هنعمله في البيت بطريقه سهله جدا ومكونات بسيطه، ومش هنحط له زبده ولا بيض ولا كمان ولا حليب، كمان ولا زبادي. مش هنحط له حاجه خالص. هنعمله بمكونات بسيطه جدا من البيت. هيطلع معانا جميل جدا، هش وخفيف قوي وطعمه حلو قوي، كمان واخد لون جميل جدا. بمكونات بسيطه هنعمله. طبعا كل حاجه عادت غاليه، فنعمل في البيت كده ونوفر. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. ويا ريت اللي بيشوف القناة لأول مرة ولسه ما اشتركش معانا يشترك عشان القناة تكبر بيكم. النهاردة هنعمل بقى العيش الكايزر. جبت كده كوباية من المية الدافية، وحطيت عليها 2 باكت من الخميرة. انا هعمل 2 كيلو من الدقيق. ضفت 2 باكت من الخميرة، وكمان الجو عاد برد كده فزودت الخميرة شوية. ضفت كمان كده كوباية الا ربع من السكر، وكوباية الا ربع من الزيت، وسبت ربع كوباية كده من الزيت هنستعمله في الاخر. الاتنين كيلو دي هياخدوا معايا كده كوباية من الزيت. ضفت كوباية الا ربع كده، وهسيب ربع كوباية هنعجن بيه العجينة في الاخر كده عشان نديلها طرام. قلبت بقى الخميرة مع السكر مع الزيت قلبتهم كويس كده. وهنا هضيف ال2 كيلو دي اللي معايا وعليهم رشة من الملح. دي كل المكونات اللي هنعمل بها الكايزر النهاردة. مكونات بسيطة جدا، ما ضفناش زبدة ولا زيت ولا بيض ولا حليب. هنعجن كمان بمية، وهيكون معانا جميل جدا وهش وخفيف وطعمه حلو قوي واوفر كتير ما بنشتريه من بره. قلبت المكونات مع بعض بقى، وهبدأ اضيف المية شوية بشوية كده لغاية ما العجينة تكون معانا وتكون معانا عجينة ناعمة جدا كده. طبعا لو حابة تعجني بحليب تقدري تعجني، بس انا حبيت ان الوصفة تكون اقتصادية كده النهاردة، وكمان يعني ما نكلفش كتير، خصوصا ان الدقيق وكل حاجة عادت غالية وكمان البيض غالي، فنعمل حاجات اقتصادية وموفرة كده. نعجن بقى العجين بتاعنا كده كويس اول لغايه ما العجينه تنعم معانا كده. كده العجينه ناعمه معانا جدا. هجيب بقى كده ربع كوبايه الزيت اللي سبناها في الاول، وهضيفها على العجين بعد ما عجناها كويس قوي. والحركه دي بتخلي العجينه طريه معانا وبتدي لها لون حلو قوي كده زي اللون اللي شفناه في اول الفيديو كده. الدقيق ده بيدي طراوه كده، الزيت اللي ضفناه للعجين ده بيدي طراوه كده للعجينه حلوه قوي. هنعجن بقى كده لغاية ما العجينة تشرب معانا الزيت اللي ضفناها، وهيكون معانا العجينة ناعمة وجميلة جدا كده. هنغطيها بقى كده وهنسيبها حوالي ساعة لغاية ما تخمر، وهنشوفها تاني مع بعض. طبعا الوقت الجو عاد برد والعجينة هتاخد وقت شوية لغاية ما تخمر، ممكن تاخد من ساعة لساعة ونص كده لغاية ما تخمر قوي. طبعا الخميرة يعني العجينة لما بتكون خمرة قوي بتخلي المعجنات حلو. هنا العجينة خمرت وبقت معانا بالشكل ده، طبعا جميلة قوي. هنبدأ بقى ان احنا نخرج الهواء كده من العجينة، ونبدأ بقى ان احنا نكور الكايزر بتاعنا بالشكل ده كده. انا هبدأ ان انا اشكل كده على طول، هقطع واشكل الكايزر كده على طول. بناخد قطعة من العجين، ما تكونش كبيرة اوي ولا صغيرة اوي، ونحاول نعمل كله قد بعضه كده. ناخد قطعة من العجين بقى ونبدأ ان احنا نقفلها كده كويس. طبعا نقفل بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. ندخل اطراف العجين في العجينة ونلفها كده كويس، والعجين اللي بندخله ده هو ده اللي بيبقى اللبابة في قلب الكايزر من جوه، وبيعطي لها طعم حلو قوي، وكمان بتكون هشة جدا كده من جوه. ناخد بقى قطعة من العجين ونقفل الأطراف كلها كده على بعضها، وبعدين نقفل كده كويس قوي ونلفها كده عشان الكايزر تكون معانا متساوي كده وشكله حلو، ولما يخمر ما يفتحش معانا بالشكل ده كده. جميل جدا وسهل في التشكيل، يعني بنقطع على طول وبنبدأ ان احنا نشكله. هنا كده معايا الكايزر، خدت واحدة برضو حبيت اعملها على البلانشة كده عشان نشوفها مع بعض، وهنلفها كده عشان تكون متساوية معانا، تكون معانا بالشكل ده. تشكيله سهل جدا وما بياخدش وقت خالص. هغطيه بقى كده واسيبه يخمر بعد ما شكلت كل الكمية اللي معايا. وهنا بعد ما خمرت كده وبقت معايا بالشكل ده، جبت هنا شوية كده من الحليب. ممكن تضيفي مية او ممكن ما تضيفيش خالص. انا هدهنه بالحليب كده عشان هضيف عليه سمسم،
والسمسم يمسك كده في الكايزر، عشان لو حطينا كده السمسم مش هيلزق، فالحليب اللي احنا حطيناه ده هو اللي هيخلي السمسم يلزق على الكايزر كده. ممكن تضيفي ميه، ولو مش هتضيفي سمسم تقدري تدخليه الفرن، هياخد برضو لون حلو. تدخليه الفرن من غير ما تدهنيه اي حاجه. هنرش بقى كده بالسمسم، ولو مش حابه تضيفي سمسم ضيفي حبه البركه، او ما تضيفيش حاجه خالص. هنا بقى معايا بالشكل ده كده، ومعايا الفرن سخن. هندخله الفرن لحد ما ياخد معانا اللون ده، وياخد لون جميل جدا. واول ما يطلع من الفرن كده هنجيب بخاخه فيها ميه، وهنرشه بالميه كده عشان يطرى معانا ويكون طري قوي كده. طبعا اول ما بيدخل من الفرن بيخرج من الفرن بيكون يعني نحس ان هو جامد قوي، لكن لما بنرشه بالميه وبنغطيه شويه بيطرى معانا وبيكون جميل جدا. شايفين بقى معانا طري وجميل قوي، وكمان هش جدا خفيف قوي، يعني بتمسك القيزرية كده ولا كأنك شايلة حاجة، خفيفة جدا وكمان طرية قوي، جميلة جدا وسهلة جدا في تحضيرها، ومكوناتها بسيطة قوي. طبعا المصانع بتعمله زي كده بالظبط، مبحطش لا زبدة ولا حليب، عشان يعني التكلفة ما تكونش كبيرة قوي عليهم. فاحنا عملناه بنفس طريقة المصنع النهاردة، بمية وزيت بس، وكمان كان جميل جدا. وصفة سهلة قوي وما خدتش وقت خالص في تحضيرها، وكمان اوفر بكتير ما بنشتريه من بره. نعمل بقى كل حاجتنا في البيت كده وما نشتريش من بره. طبعا شايفين الهش جدا من جوه وابيض زي القطن، جميل جدا وما خدش وقت خالص في تحضيره، ومكوناته اقتصادية وسهلة، وما نشتريش حاجة بالغالي. وصفة جميلة، بتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد.